أهلا بيكم في الفيديو رقم 12 من كورس تعلم أساسيات البرمجة بلغة سي بلس بلس. أنا محمد القاضي، وفي الفيديو ده هنكمل شرح العمليات الحسابية تكملة الفيديو رقم 11. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب احنا دلوقتي معانا 3 عمليات من الفيديو اللي فات: المودولس والانكريمنت والديكريمنت. تعالى دلوقتي نفهم ايه هي المودولس بطريقة بسيطة عشان نفهمها كويس، لأنها مسببة عقدة عند الناس. تعالى دلوقتي نعرف ايه هي المودولس. أول حاجة، المودولس دي يعني باقي القسمة، وبيرمز ليها بعلاقة النسبة المئوية. طيب دلوقتي لو انت معاك 5 تفاحات وعايز توزعها على 5 أشخاص، دلوقتي كل شخص هياخد كام تفاحة؟ تفاحة واحدة. فكده اتبقى معاك كام تفاحة؟ اتبقى صفر. ده كده بكل بساطة تعريف المودولس. أنا عايز أبسط لك المودولس بأبسط طريقة، لأن معظم الناس بتكرهه ومش قادرين يفهموه أصلا. فإحنا هنعمل إيه عشان نفهمه كويس؟ أول حاجة، المودولس مش قاعدة واحدة، هنقسمه ل3 قواعد. تمام كده؟ كلام جميل. تعالى نشوف القاعدة الأولى معانا. مثلا لو أنت معاك رقم مودولس نفس الرقم، الإجابة هتبقى بكام؟ الإجابة هتبقى بزيرو. يعني مثلا زي ما قلنا في الأول، لو معاك 5 أشخاص عايزين نوزع عليهم 5 تفاحات، كل شخص منهم هياخد كام تفاحة؟ هياخد تفاحة واحدة. فلما نشوف اللي اتبقى معانا نلاقي إن مفيش حاجة اتبقت، فاللي اتبقى معاك هيبقى بكام؟ هيبقى بصفر، اللي هو مفيش حاجة اتبقت أصلا. وهي دي باقي القسمة. طيب القاعدة التانية معانا، مثلا لو معاك رقم صغير موديلس رقم كبير، الإجابة هتساوي كام؟ الإجابة هتساوي الرقم الصغير. يعني مثلا 4 الرقم الصغير موديلس 5، 5 دي الرقم الكبير. مش فاهم؟ طيب تعالى نشوف المثال ده. دلوقتي انت معاك 4 جنيه وعايز توزعهم على 5 أشخاص، بس بشرط لازم يتوزعوا على أرقام صحيحة. فانت دلوقتي هتقول أنا معايا 4 جنيه، ازاي أوزعهم على 5؟ فانت مش هتعرف توزع حاجة وال4 جنيه هيفضلوا معاك. وبكل بساطة انت كده طبقت القاعدة التانية، اللي هي رقم صغير موديلس رقم كبير، الإجابة هتساوي كام؟ الإجابة هتساوي الرقم الصغير. يعني 4 موديلس 5 تساوي كام؟ هتساوي 4. القاعدة التالتة معانا، وهي واللي هي مفيش أسهل منها، بس هي غريبة شوية عن الاتنين اللي فاتوا، فركز معايا كده. لو انت دلوقتي عندك رقم كبير موديلس رقم صغير، فالإجابة هتكون كام؟ أو هتساوي كام؟ قبل ما تعرف هتساوي كام ركز معايا كده. دلوقتي لو معايا رقمين، الأول كبير والتاني صغير، مثلا 7 موديلس 6، 7 الرقم الكبير موديلس ال6 اللي هو الرقم الصغير. فكده عشان تطلع باقي القسمة بتاعهم هتعمل ايه؟ تيجي تسأل نفسك كده، هو أنا لو أخدت من ال7 دي رقم 6 هيتبقى كام؟ هيتبقى 1، وهو ده باقي القسمة. طيب مثال تاني، لو أنا هنا معايا 12 موديلس 7، 12 دي الرقم الكبير موديلس 7 الرقم الصغير. فأنت والله هتيجي تسأل نفسك كده، لو أخدت 7 من الرقم 12 هيتبقى كام؟ هنقول مثلا، هتقول 12 ناقص 7 هيتبقى كام؟ هيتبقى 5. طيب مثال تاني، لو قلت لك معاك 14، لو اديتك 14 موديلس 7، برضك هتيجي تسأل نفسك، هي ال14 دي لو أخدت منها 7 هيتبقى كام؟ هيتبقى 7. يعني أنا كده أخدت 7 من ال14. تمام؟ كلام جميل. وفضل لسه معايا 7. هتيجي تسأل نفسك، هو أنا ينفع آخد كمان 7؟ أيوة ينفع تاخد كمان 7. فالإجابة هنا هتكون 7 ناقص 7، فهتطلع بكام؟ هتطلع بصفر. طيب مثال كمان عشان تثبت عندك أكتر. طيب لو انا معايا هنا مثلا 15 موديلس 7، وجيت قلت الاجابه هنا هتبقى ايه؟ فانت هتفكر كده وهتقول انا لو اخدت 7 من ال15 هيتبقى معايا كام؟ هيتبقى معايا 8. هتيجي تسأل نفسك، هو انا ينفع اخد 7 كمان من ال8؟ ايوه ينفع. ف8 ناقص 7 بكام؟ ب1. وهي دي باقي القسمة. هنطبق عليها دلوقتي على الكومبايلر عشان نفهمها أكتر. فتعالى دلوقتي نروح على الكومبايلر ونشوف الأمثلة ال3 معانا. طيب دلوقتي تعالى نطبق على المودلس. احنا قسمنا المودلس لكام؟ ل3 قواعد. تعالى دلوقتي نشوف القاعدة الأولى. هنا مثلا لو جيت قلت له، لو جيت أطبق القاعدة الأولى وأقول له سي أوت رقم مودلس نفس الرقم، هيطلع كام؟ رقم مودلس نفس الرقم هيطلع كام؟ 5 مودولس 5 هتبقى بكام؟ هتبقى بزيرو. فدي القاعدة الأولى معانا. فتعالى دلوقتي نتأكد أكتر ونعمل رن. فهيقول لي بزيرو. 5 مودولس 5 فهتساوي كام؟ هتساوي زيرو. تعالى دلوقتي نطبق القاعدة التانية معانا. هنقول له سي اوت
رقم صغير مودولس رقم كبير هيطلع كام؟ القاعدة التانية معانا رقم صغير مودولس رقم كبير هيطلع كام؟ هيطلع الرقم الصغير. فتعالى برضك نتأكد، نعمل رن ونتأكد. هيقول لي القاعدة التانية رقم صغير مودولس رقم كبير هتطلع رقم صغير اللي هو بكام؟ هو ب4. طيب تعالى نطبق القاعدة التالتة وركز معايا فيها عشان الأهم فيهم. طيب تعالى دلوقتي نشوف القاعدة التالتة معانا. مثلا لو قلنا له في اوت، واحنا قلنا فيها رقم كبير مثلا 5 مودولس ال4. رقم كبير مودولس رقم صغير هيطلع كام؟ هيطلع الرقم الصغير ناقص الرقم الكبير. يعني ايه؟ يعني مثلا ال5 نقدر ناخد منها كام؟ 4 واحدة، فهتطلع كام؟ فاللي هيتبقى معانا كام؟ هيتبقى 1. فاللي يتبقى معانا ده هو باقي القسمة، فهيطلع معانا 1. تعالى نتأكد برضك، تعالى نعمل رن ونتأكد. فاحنا كده مطبقين ال3 قواعد. فتعالى دلوقتي برضك ندي شوية أمثلة في القاعدة التالتة عشان هي الأهم فيهم. فتعالى دلوقتي نقول له دي اوت رقم كبير مودولس رقم صغير، ونقول له end line. رقم كبير مودولس رقم صغير هيطلع كام؟ هيطلع الرقم الصغير ناقص الرقم الكبير. يعني ايه؟ يعني مثلا هنيجي نقول له ال10 دي فيها كام 5؟ ال10 دي أقدر أخد منها 5؟ أيوة. هيقول لي تمام، أنا كده خدت 5 من ال10. طيب أنا خدت 5 واحدة، أنا أقدر آخد 5 كمان؟ هيقول لي تقدر تاخد 5 كمان. فأقول له 5 ناقص 5 هيطلع كام؟ هيطلع ب0. طيب تعالى نشوف آخر مثال في القاعدة ديت عشان نختم المودولس وندخل على الانكريمنت. طيب دلوقتي لو أنا معايا رقم، هنقول له سي اوت. لو أنا معايا رقم كبير هنقول له مثلا 15 مودولس رقم صغير اللي هو ال7. وأقول له أول حاجة أنا معايا كام؟ معايا 15 رقم كبير مودولس كام؟ مودولس 7. فأنا ينفع آخد 7 من ال15؟ أيوة ينفع. فهتبقى بكام؟ تبقى ب8. فأنا معايا كام؟ أنا معايا 8. فأنا لو جيت أقول له هو أنا ينفع آخد 7 كمان من ال8؟ هيقول لي ينفع. فأقول له 8 ناقص 7 هتساوي كام؟ هتساوي 1. وده كده باقي القسم معانا. وتعالى نتأكد آخر مرة ونقول له رن ونشوف النتائج معانا. طيب تمام. تعالى دلوقتي نعرف ايه هو الانكريمنت والديكريمنت. اول حاجة الانكريمنت. يعني ايه انكريمنت؟ يعني زود لي قيمة المتغير بمقدار 1. يعني ايه ديكريمنت؟ يعني نقص لي قيمة المتغير بمقدار 1. الانكريمنت عكس الديكريمنت. فتعالى دلوقتي نشوف كم مثال. لو معاك قيمة متغير وعايز تزود قيمته فهنعمل ايه؟ مثلا لو انا اديتك ان اكس بتساوي 1، تمام. بعد كده لو انا جيت عايز ازود قيمة الاكس ده، اديتك هنا ايه؟ بقول لك انت اكس بيساوي 1. الانت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن داتا طيب. الاكس ده المتغير بتاعنا فيه كام؟ فيه 1. يعني الاكس ده حاليا فيه كام؟ فيه 1. طيب لو انا عايز ازود قيمة الاكس ده هعمل ايه؟ اقول له مثلا سي اوت، هقول له اكس مثلا بلس 3. زود لي قيمة الاكس بمقدار 3. فهو هيقول لي ايه؟ انا دلوقتي معايا الاكس بكام؟ ب1. انا عايز ازود قيمة الاكس ده ب3، يعني زود لي على الواحد ده 3. فالاجابة هتطلع كام؟ هتطلع 4. انا عايز اعرف بقى قيمة الاكس نفسها بكام. هقول له سي اوت واقول له اكس. لو انا عايز اعرف قيمة الاكس نفسها بكام، هو طبع لي قيمة الاكس نفسها بكام؟ ب1. لان انا بطبع هنا قيمة الاكس وحدها، انما العملية ديت ملناش دعوة بيها. انا قلت له هنا في السطر ده عايز اعرف قيمة الاكس بكام، فهو طبع لي قيمة الاكس نفسها بكام؟ الاكس نفسه ب1. فهنا هتقولي ازاي هو طبعها ب1 واحنا اصلا زودنا عليه 3؟ فهو هنا انا بقول له عايز اعرف قيمة الاكس نفسها بكام. الاكس نفسه بكام؟ الاكس ب1. فانت لما زودت على الواحد 3 بقى كام؟ ب4. بس كده. تعال نشوف مثال تاني. لو انا عايز ازود قيمة الاكس بمقدار 1 وتتخزن في الاكس اعمل ايه؟ اول حاجة، طيب دلوقتي لو انا عايز ازود قيمة الاكس ب1 وتتخزن في الاكس، اقول له انت اكس بيساوي 1 واقول له ايه؟ اقول له اكس بلس بلس
بعد كده هقول له سي اوت، انا عايز اعرف قيمة الاكس بكام. هو انا هنا عملت ايه؟ انا هنا اديته الاكس بكام؟ بواحد. بعد كده قلت له ان انا عايز ازود الاكس بقيمة واحد، فزود لي الاكس بواحد وطبع لي الاكس. فهو هنا طبع لي الاكس بكام؟ الاكس هنا باتنين. طيب تعالى نشوف مثال تاني. لو انا عايز انقص من الاكس واحد اعمل ايه؟ اول حاجة الاكس عندنا بكام؟ بواحد. فانا هقول له هنا مثلا اكس ماينس ماينس، واقول له انا عايز اعرف قيمة الاكس هنا بكام، وتقول له run. هيقول لي زيرو، لان انت هنا ايه؟ قيمة الاكس بكام؟ قيمة الاكس بواحد، انت نقصت واحد من الواحد، فبقى كام؟ بقى زيرو. طيب تعالى دلوقتي نطبق على انكريمنت والديكريمنت مثال كمان. فنقول له مثلا انت اكس بيساوي كام؟ انت اكس بيساوي 10 سي اوت. اقول له سي اوت اكس، وانزل سطر واقول له اكس بلس بلس، واقول له سي اوت اكس. فتعالى نشوف هو يعمل ايه. اول حاجه هو طبع لي الاول 10 وبعد كده 11. طيب ليه؟ انا هنا قلت له كام؟ الاكس هنا ب10، الاكس المتغير عندي بكام؟ عندي ب10. فانا قلت له اطبع لي الاكس دلوقتي طبعها بكام؟ طبعها ب10. احنا كده لسه ما عملناش اي حاجه. الاكس ب10 هنا، الاكس ب10 هنا، طبعها ب10. بعد كده قلت له اكس بلس بلس، يعني زود لي واحد على قيمه الاكس. فالاكس عندي بكام؟ عندي ب10. اول ما جت هنا في السطر ده قام مزود واحد على ال10، فبقت كام؟ بقت 11. فبعد كده قلت له اطبع لي الاكس، طبعها لي بكام؟ طبعها لي ب 11. وصلتك الفكره ولا لسه؟ طيب تعالى دلوقتي لو نغير قيمه الاكس مثلا، هنخليها 6، وهنقول له هنا اكس ماينس ماينس، واقول له run. هنا هو عمل ايه؟ هو انا اديت له قيمه الاكس بكام؟ قيمه الاكس ب6. المتغير بتاعي بكام؟ ب6. المتغير بتاع الاكس قلت له اطبع لي الاكس بكام؟ طبعها ب6. بعد كده جه على السطر ده وقلت له نقص لي من الاكس واحد. الاكس كانت بكام؟ الاكس كانت ب6. اول ما جت هنا نقص واحد، بقت كام؟ بقت 5. بعد كده نزل تحت هنا، يعني هي بعد كده هنا جيت قلت له اطبع لي الاكس، وهنا بقت ب5. فهو طبع الاول ال6 وبعد كده ال5. يعني هي هنا لسه كانت ب6 عادي جدا، لسه متغيرتش. اول ما نزل هنا نقص واحد، بقت 5. بعد كده طبع الاكس اللي هي ب5. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهاردة. اشوفكم الفيديو الجاي.